صباح الخير من قصر البارون. النهارده بدأنا يومنا كده انا ورانا بقصر البارون، ولسه هنشوف هنروح فين بعد كده. فخليكم معنا لحتى نتفرج على قصر البارون سوا وناخذ شوية معلومات ونكمل اليوم مع بعض. يلا بينا. مبدئيا كده القصر اسمه على اسم صاحبه المليونير البلجيكي رجل الأعمال المهندس البارون إمبان، اللي هو إدوارد لويس جوزيف إمبان، اللي كان مشهور بمشاريعه للطرق والمواصلات والسكك الحديدية اللي جاء على مصر من الهند في القرن 19 بعد افتتاح قناة السويس بفترة صغيرة كده. فقرر إنه يعمل مشروع سكني جديد ويسميه مدينة هليوبلس، وبنى فيها طرق وسكك حديدية والمترو، وطلب من المهندس المعماري الفرنسي ألكسندر مارسيل أن يصمم له القصر بتاعه اللي هيعيش فيه. فاستوحى التصميم من المعابد أوريسا الهندوسية، فبدأ يبني القصر من 1907 لحد 1911. وهو نفس المهندس اللي صمم كنيسة البازيليك في مصر الجديدة اللي مكانها قريب جدا من القصر، ودي نفس الكنيسة اللي اتدفن فيها بعد ما مات، ودي كانت وصيته قبل ما يموت. ومن الأقاويل اللي اتقالت إن في ممر سري نفق تحت الأرض بيوصل من القصر للكنيسة، بس محدش عارف يكتشف الممر ده. وبرضه من الأساطير والحكايات اللي اتقالت على القصر إن القصر ده مسكون، وإن فيه شياطين وجن، والناس اللي ساكنة قريب من القصر بتسمع وتشوف حاجات غريبة. ولكن الحقيقة المؤكدة والله أعلم طبعا إنه بعد ما مات ملك القصر البارون إمبان، القصر اتنقلت ملكيته للورثة، وبدأت تنتقل لوريث لوريث لحد ما بقاش في حد ساكن فيه خالص. فتعرض للإهمال لفترة كبيرة جدا ومبقاش في رقابة عليه. ففي ناس استغلت الموضوع ده اللي هم عابدة الشيطان، وبدأ فعلا يستغلوا المظهر الخارجي للقصر ان هو اداهم ايحاء ان المكان ده ممكن يعملوا فيه طقوس شيطانية ويحضروا فيه جن، اعوذ بالله. لحد ما فعلا الحكومة المصرية اتدخلت في الموضوع وقبضت عليهم. وفي سنة 2005 اشترت القصر لقيمته الأثرية والمعمارية من الورثة. وفي سنة 2017 بدأت وزارة الآثار المصرية أعمال ترميم وافتتحوه في سنة 2020، ومن ساعتها بقى مزار سياحي. بصوا يا جماعه، يعني انا عايز تركزوا في التفاصيل. بصوا ده تمثال على شكل فيل، وده برضه على شكل فيل، وده مش عارف على شكل راجل غريب قوي. بالليل ده بيبقى شكل مرعب المكان ده، مش هناك بسكر على الأرض. عشان بيتلبس بيبقى فيه جن، الجن بيطلع. بصي يعني اصنام. ستات. حلو هون انك تتفرج على الاركتكتشر، الهندسة المعمارية تبع القصر، وفي حتى تحت كاتبين كثير عن تاريخ القصر والناس اللي بنت القصر ورفقاتهم واخواتهم. حياة القصر كلها، قصة حياة القصر، ازاي اتبنى وكل حاجة، وازاي رمموه وازاي اعادوا تظبيطه وكل الكلام ده. طيب باختصار هو واحد بلجيكي كان زهقان، كان انسبايرد يعني منها اللي هي الاركتكتشر، لا البوذية، الهندسة المعمارية البوذية. فقرر انه يعمل القصر تبعه هيك هون بمصر. هو نفسه بادر كمان بانشاء السكه الحديديه في مصر، وهو كمان اللي بادر بانشاء مصر الجديده اللي هي بيسموها هليوبلس. هليوبوليس. حلو يا جماعه، بتعرفوا المعلومات كلها. شفتوا رنا بقى، رنا قالت لكم معلومات جميلة. بس هيك يعني اتفرجوا بس على الاركيتكتشر. بصوا يعني، بصوا ده على شكل طاووس، يعني شوفوا التفاصيل. واو طاووس، نايس. طاووس وورد، دي وردة في بجعه وطاووس فين؟ في بجعه. اه، وبص طاووس تاني بس لا طاووس برضه. طاووس. اه بصي اهو الريش طاووس بتاعه. بس له ديل، ونازل. بس هو اه. طاووس بالعاده ما- هما كانوا بيشوفوا الحيوانات بشكل مختلف، هما كانوا بيشوفوها كأنها متحولة يعني. ودي برضو وردة. احنا دلوقتي فوق الروف هنا فوق. انتوا عندكم لما بتيجوا هنا في تذكرتين، في تذكرة ان انتوا بس تخشوا تحت، وفي تذكرة تطلعوا الروف. الاتنين مع بعض للسياح بيبقى 200 جنيه الاتنين مع بعض. 120 زيارة القصر و80 زنالة دخلت الروف. ايوه. هاي للسياح. للسياح. المصريين بيبقى 60 جنيه للشخص، 60 للروف. و30 للروف بالظبط، 90 كلهم مع بعض. اللي بيحب فعلا الفن المعماري وبيحب وعايز يعرف تاريخ قصر البارون وعايز يعرف قصر البارون اتبنى ازاي، فهيبقى بالنسبه له التجربه تبقى جميله، هيتبسط جدا. بالليل بقى في انوار بيتنور القصر ده، بس ما ينفعش انك تيجي اعتقد تصور فيه يعني. ليش ما في فرش؟ ليش ما في؟ يعني توقعت انه يكون في شغلات يعني انا بالنسبه لي كنت فاكر هيبقى فيه فرش. هيك خلص نحن خلصنا يعني. بصي كمان ده، بصي كمان التمثال ده، التمثال ده كمان، الحاجات دي كلها شكلها غريب. وهنا من اول ما اتعمل القصر ده كان فيه اسانسير، بس هم شالوه الاسانسير. كان اول يعني مبنى يعني يكون فيه اسانسير في الوقت ده تقريبا. بصوا القبه دي عامله ازاي،
بص التمثال ده تعابين، كل دي تعابين 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 تعابين. وبعدين من وش هنا يلا يلا ماشي ماشي. التمثال ده راسه زعلانه مشيت. يلا هنمشي. طيب الجميل في الموضوع ان هم عاملين هنا كمان، يعني لو انت مثلا عوزت تشرب ميه حاجه ساقعه، في هنا عاملين ذا بالاس. ذا بالاس ده عباره عن كافيتيريا، كافيه كده، كيوسك او فود تراك يعني. وهنا في ايس كريم وفي مشروبات صح؟ عادي. طيب هلا رايحين متجهين الى سوق العتبة. انا عايز تروح العتبة يا جماعه، فايه انا قعدت اقول لها بلاش بلاش، هي تقول لي عايز تروح، فانا قلت لها ماشي يلا نروح العتبة نشوف العتبة عامله ازاي. انا اخر مره رحت العتبة كان وانا صغير يعني. انت رحت؟ زمان قوي وانا صغير، رحت عشان اجيب بدله. كانت بدله يعني هناك البدل حلوه والاسعار حلوه. طيب يا سيدي جزء من المدرسه كنا نروح نجيبها. استنى، لا مثل ما انت. لا ما بعرف والله ماني عرفانه. النافيجيتور بيقول لك ايه؟ بيقول لي شمال رمسيس بس شكله هنا. ده؟ لا شكله زي ما انت. ماشي طيب يعني في شغلات ممكن نلاقي شغلات حلوة صح؟ شوفوا يا جماعة الزحمة. نحن هون هلا طالعين على جسر رمسيس، كوبري رمسيس ولا شو بتقولوا له؟ كوبري رمسيس. بياع الدرع. محلات جميلة. عايز عصير من هنا؟ شكرا جدا. ما انا قلت لك عصير هنا بتجيب تلوث، بتجيب تعال ناكل عند عبده تلوث. بتجيب اسمه ايه ده؟ فود بويزن، تلوث. هناخد قدام شوي. وهلا يعتبر وصلنا على العتبة، بس رح ندور على محل حتى نصف. هلا بدنا نسأل، شو رأيك نسأل حدا؟ توقف وتسأل حدا، أو نسأل حدا وين سوق اللبس والأدوات المنزلية مثلا. سوق اللبس والأدوات المنزلية هون مثلا هو انت تمشي كده بتلاقي مفيش حاجة اسمها سوق الأدوات اللبس. طيب حلو، هون في سوق. نلاقي باركينج، ما تشوف باركينج فين. شوف طيب هي اصلا رنا دلوقتي المفروض بتدور على فناجيل بتاعت ام كلثوم وعبد الحليم، فناجيل قهوه كده بيبقى عليها بقى نقشه كده، بتبقى عليها بقى رسومات ام كلثوم عبد الحليم كده. الحاجات دي لقيتها حلوه في شارع المعز. احنا دلوقتي هنا في العتبه زي ما انتم شايفين الدنيا حوالينا، فما لقيناش. قالوا لنا المكان مش هنا، قالوا لنا المكان في درب البرابره. جينا هنا نركن العربيه، لسه بنركن بس الراجل راح علينا ايه 20 جنيه، اديله 5 جنيه لا 20 جنيه. فمعرفش الكلام ده صح بقى ولا لا، بس ايه عرفوني كده يا جماعه لو انتوا بتيجوا العتبه تدفعوا 20 جنيه في الركنه ولا لا. ايه رايكم في حوار السايس العربيه اللي بياخد فلوس ده من غير اي وجه حق؟ احنا قررنا ناخد السياره ونلف فيها لوقت ما نشوف الشغلات اللي بدنا اياها، وبعدين ندور على صفه. ف هون هيك الاسواق مثل ما شايفين، الزحمه. هلا لقينا على جوجل جراج بيبعد 4 دقايق، فرح نروح نشوف اذا فينا نصفيه. واني طبعا معصب، بس معلش live the experience. معلش دي بتحل المشكله على طول. معلش دي حل اي كلمه مشكلة. سحريه لكل حاجه. بالظبط كده. عتبة. شوفوا يا جماعة أي شي بتحتاجوه، شحاطات، لبس، شماسي. ممكن الواحد ياخد له شمسية. والله شوف هذا معلق شمسية على راسه. الناس عم تشوف إنه نحن ليه عم نصور. حاول تكسر يسار على شي حدا من هدول، لأنه الناس ركبت فوق السيارة. ايه اوكي، ايه ايش في؟ يا نهار اسود، الناس عم تعدي من ورا ومن قدام وتخبط السيارة. يعفو الله. عايز تيجي لوحدك انا صح؟ يعفو الله.
انت عايز تيجي لوحدك هنا صح؟ عادي. عادي طيب. ماشي، انا هروح البيت وتعالي لوحدك. ماشي يلا خلاص، طالما عرفت الدنيا ما عنديش مشكلة. طيب ماشي يلا. هو كان حسين معي نيرفس بريك داون، جلابية ب55 جنيه، بتاخدها من هناك ب200 جنيه. طيب خد يمين بقى. اساسا الدنيا ايه زي الفل، ناخد ايه؟ ونحن رح ناخد يمين، رح يصير الجراج لكم هذا المبنى اللي هناك، هذا جراج رح نصفيه ان شاء الله. دلوقتي عينيا. علي عمل لي سبيشال ريكويست انه صور، نحن الان من قلب العتبة. العتبة ايه الغنية؟ العتبة جزاز والسلم اثنين. لا لقينا الباركينج، بس قررنا انه شو قررنا حبيبي؟ لا يا حبيبتي، زي ما انت عايزه، انا ما عنديش مشكله. انا مش عارف، انا الفكره بس ان الدنيا زحمه جدا ومش عارف هنلاقي ركنه سهله ولا لا. تلاقي العربيات اصلا متستفه كلها جنب بعض، وهتلاقي ماشي 55 جنيه. احنا ممكن نعمل شوبينج فروم ذا كار. يطلع في الكاميرا؟ عايزين يطلعوا في الكاميرا. ما شاء الله. اخليك حته تشوفيها. نروح. مرحبا بكم حي الازبكيه. واو، حي الازبكيه ده كان فيه بيبيع كتب. دلوقتي عايز تركن وتنزل. طيب يا جماعه، بعد ما شفتوا انتوا المانجا هون ب25 جنيه، هونيك بالتجمع ب70 جنيه. والله العظيم 25 و20 جنيه. يا لهوي، مانجا حلوه قوي. العتبة يا جماعة الحلو فيها ان فيها كل حاجة، يعني انت لو بتدور على الابرة للصاروخ كل حاجة موجودة في العتبة بأسعار أرخص بكتير من الأماكن التانية. ولكن المشكلة اللي بيواجه الواحد في العتبة ان هو لو راح بالعربية زي ما احنا رحنا كده، الموضوع صعب انك تركن العربية. في واحد بيحاول يعدينا عن يمين، وبتبقى ماشي يعني في حوالي ضيقة وبين الناس وبين العربيات، فالموضوع بيبقى صعب. على اليمين ما شاء الله. اليمين ازاي؟ ده وان واي، ده تو ويز. ده مش وان واي، ده مش ده تو ويز، بس ماشي شارع واحد، معلش طريق واحد، جهة واحدة. فمن الحاجات اللي لسه حصلنا دلوقتي، رنا بتصور في امان الله، قاعده بتصور ومنسجمه في التصوير كل حاجه. واحد قال لها انت بتصوري ايه؟ انت بتصوريني ليه؟ مش عارف ايه. وبعدين قال لها اقفلي الكاميرا، بقفل الكاميرا. بعدين انا بقول له ما بصوركش وبزعق له، راح لقيته بيخبط على العربيه وجاي لي من الناحيه الثانيه، وبفتح الشباك بتكلم معاه، راح لقيته بيفتح الباب بقى وايه، وهيطلعني بره العربيه. يعني لولا ان انا قافل الباب بالمسوجر وقافله كويس باللوك كان فتح الباب. ورنا كانت خايفه عليا. انا كنت عايز انزل بصراحه، يعني كنت عايز انزل اشوف هيحصل مع ايه. نفسك. بس المشكله بقى ايه، يعني الشارع ضيق جدا، احنا اصلا ما عارفين نمشي نهرب منه. ايوه الشارع ضيق، في عربيه يعني في حاجه واقفه قدامي مش عربيه. الترولي اللي بيجروه ده اللي بيحطوا فيه البضاعه بتاعتهم دي، كان واحد واقف قدامي والعربيه مش عارف خلاص، يعني الطريق واقف قدامي خلاص، وبدا ينده الناس يقول لهم يا جماعه ده بيصور، يا جماعه ده بيصوركم من غير ما ياخد اذنكم. وقال لي ممكن احبسك، وقعد يخبط بقى على العربيه. مثل اللي بنشوفه فالناس بالافلام والله. بس بصراحه في ناس جت حاشت وقالوا لي امشي. يعني ساعدوني، يعني في ناس فعلا جم ودخلوا على طول قالوا لي امشي مالكش دعوه بيه، امشي بس. كان هيقعدوا يتخانق معايا، يعني الواحد لازم يخلي علي اتحمس، كان بده ينزل يتخانق. كنت عايز انزل اتخانق، وانا شو بصير فيني بقعد بستناك هون، بشوفكم تاخدي العربيه وتمشي عادي، مش مشكله والله. سيبيني اتعامل انا. ايه. هتلاقيني بعد شويه بقيت ابراهيم الابيض رجالك، او الالماني وعبده موته. نمشي ازاي؟ مثل ما انت يا لطيف. شو المنطقه؟ مش عايز تاكل هنا السفاحين كبابجي جمعه. كل جرام القتل خلف الاسوار كان بيحصل في القتل. ده عنده فناجين والله العظيم. عايزه انزلي؟ لا سيبك، مش عايزه. امشي على طول. احنا دلوقتي يا جماعه متجهين الى فين؟ شارع المعز. شارع المعز، انا بسميه خان المعز ده. خان الخليلي. انت هنروح خان الخليلي دلوقتي، الحسين. نروح بقى الحسين بقى ايه،
ونعيش وناخدكم معانا جوله بقى جميله كده في الحسين بقى. زي ربنا يستر برضه محدش يطلع لنا يقول انتوا بتصوروا ليه؟ هنعرف نركن بس العربيه الاول وبعدين طيب يا جماعه احنا وصلنا اهو الحمد لله دلوقتي على شارع المعز الحسين، وركنا هنا يا جماعه ب 20 جنيه. الراجل مدير ركن قال لك 20 جنيه السايس، يعني ما اعرفش انتوا تركبوا 20 جنيه ولا تركبوا بكام؟ عرفونا برضه تركبوا بكام عشان الموضوع ده عامل لي ازمه، والواحد مش فاهم في تسعيره للركنه يعني المفروض يعني. الواحد ما بيحبش. بس الفكره انه ما بيكون مكتوب انه في باركينج. ايوه بالظبط، يعني انت مش باينه. بس هم هو كده. بالظبط كده نمشي كده. فالساعه دلوقتي 3:30. احنا دلوقتي داخلين على البوابه بتاعه الحسين او بوابه شارع المعز، فخليكم معانا. البيوت هنا جميله قوي، تفكرك بالتراث القديم. طيب دلوقتي انا ورانا المفروض بنحاول احنا ما نموتش. اللوكيشن طيب احنا دلوقتي المفروض ماشيين على اللوكيشن لصاحب السعاده عشان نعرف نوصل للمحل اللي رنا اشتريت منه اخر مره، عشان في حاجات عايزين نرجعها اشتريتها اخر مره، فهي عايزه ترجعها. عايز ترجعيها صح؟ عايز تبدلها. والمره اللي فاتت لما جينا الكهرباء كانت قطعت، جاي دلوقتي عشان تظبط الامور دي، تشوف جاي عشان تجيب حاجات تانية يعني كنت تجيبها المره اللي فاتت. مش ازاي كده؟ كده ولا كده؟ كده. طب يلا انا عايزه اشوف المحل ده. رنا عايز تشوف المحل ده. المعمار هنا جامد، حاجه جميله قوي. واحد بيتفرج على المعمار هنا يعني زي ما كنا كده في قصر البارون، واحد بيقارن من نفس المعمار. فالنهارده تقريبا الفلوج كله هيبقى على المعمار الهندسي تقريبا، المعمار الهندسي والاماكن الاثريه بالظبط. بس فاحنا دلوقتي ماشيين في عايزه ميزه. احنا شكلنا دخلنا من حته ثانيه خالص. طب مشينا صح؟ طيب دخلنا بحوالي ما شاء الله عليك. او ممكن ندخل على طول بعدين. السلام عليكم. ايه؟ لا فين المكان؟ مش كده؟ هنا؟ دي حتة كنا واقفين فيها؟ لا فيها فين؟ الحتة دي كنا فيها آخر مرة. انتي المكان ورا، المكان هنا. طريق فين يعني؟ عايز تخش جوه هنا؟ وصلنا للحته اللي احنا كنا فيها اخر مره انا ورنا. بس ساعتها ما كناش بنصور، وقتها ما صورناش، وقتها عملنا صاحب السعاده. لو انتوا شفتوا الفيديو بتاع صاحب السعاده كنا عملنا صاحب السعاده. فدلوقتي احنا رايحين المحل بقى اللي رنا المفروض اخر مره كانت فيه. الحته اللي احنا ماشيين فيها دي معظم المحلات على اليمين وعلى الشمال كلهم في محلات ذهب يمين وشمال. ف حلوه قوي محلات يمين وشمال ذهب. في الحته دي تقريبا منطقه لمحلات الذهب يعني يمين وشمال. بعديها بقى منطقه تانية بتبقى محلات لبس وحاجات تانية جلاليب وكده يعني. فالحته اللي هي قبل صاحب السعاده دي على طول هتلاقوا فيها نحاسات وانتيكات. طيب تعالي، لقيتي حاجه؟ عايز تشوفي اصدار الصلاه؟
ايه هو؟ لو سعيدة أنا الأكل أنت جبت لك يا صاحبي دول كانوا 4 سندوتشات كده. عندهم حاجات حلوه قوي هنا. رنا هتجيب سجاجيد صلاه. حاج لو حد عايز يجي لك هنا يجي لك ازاي؟ يعني جنب ايه انت؟ جنب ايه في المحلات؟ شارع الازهر. اه اول مدخل الساخه. الساغه. او مدخل الساغه. مسجد الاشهر. ماشي، انتوا تيجوا هنا يا جماعه هتلاقوا على طول جنب المحل ده على طول هنا. هو هنا. اسم المحل يا حاج؟ طارق عبد الله. طارق عبد الله. طارق المعز طبعا. متشرفين بيك. شكرا. محمد عباس واسلام عباس. بازار المعز اسمه؟ انت طبعا المعز ده؟ هو شارع المعز. لا انت بقى بازار جوهرة المعز. تمام اوكي تمام. قدام محل بتاع النحاس. قدام بازار جوهرة المعز. ده جوهرة. تحب تطلع في فيديو؟ تحب تطلع في فيديو؟ لا انا عامل فيديوهات كتير. انا عامل كتير. مش عايز تطلع فيديو؟ بازار المعز على عباس لينا صفحة. بازار المعز العباس. الحتة اللي أنا ماشي فيها دي كلها عطارة ومحلات عطارة وبرفانات عطور يعني. الحتة دي كلها عطارة وعطور. تعالي هنا. احنا دلوقتي يا جماعة في المدينة فاشن ورنا بتنقي حاجات اهي. رنا جبت ايه؟ السلام السلام. شغل عالي عالي عالي. جاهز رمضان ما عندكمش بقى فناجين بتاعت ام كلثوم والحاجات دي مرة؟ تعرفش مين بيعملها طيب؟ قدام؟ تعرفوا حد طيب كويس يظبطنا في السعر طيب؟ كنت انا عندي حد. حلو جميل. ممكن تطيري بعد كده. بس عارفه من ورا في زي خط كده ابيض. بصي مش عارف الخط ده حلو البتاع ده. عامله 780. خلي بالك خلي بالك. نعم صورتها لك. صورتها هنا حد. صحيح. السلام عليكم. احنا دلوقتي هنا في محل اسمه سر العطور، موجود هنا في خان الخليلي. في بقى مجات وكوبايات قهوة وكوبايات شاي، فناجيل بقى على كيف كيفكم. بصوا حاجات جميلة كده عاملينها جديدة حلوة. بصوا الحاجات دي عاملين حاجات كده جديدة. ترابيزة كده تحس كأنها عربية فول مثلا، كأنها زي عربية الفول أو عربية البطاطا. عاملين حاجات حلوة.
الشغل الجديد عاملينه حلو. بصوا ام كلثوم، بس دول مثلا المجات دي حلوه قوي. دي ترابيزات كده كمان عبد الحليم وهابي قصدي بس دي برضه بص الصينيات دي كمان حلو. عز دايم، اهلا وسهلا. بكره احلى. عز دايم. بيعملوا عطور هنا كمان. انت كمان بتعملوا تركيبة عطور صح؟ بصوا الحاجات دي سفرة عزيزة وفيروز وأم كلثوم. فاهم قصدك دي، بس هي بتبقى كده بصراحه. طيب ماشي في خلاص. بصوا منظرنا عامل ازاي؟ بصوا انا ايه اشتريت المحل كله تقريبا، اشتريت المدينة كله. انا بأفور طبعا. بص اهو. طيب احنا دلوقتي خلاص جبنا الحاجات اللي عايزين نجيبها. هنطلع دلوقتي من هنا انا ورانا لحد مكان العربية قدامنا تقريبا ربع ساعة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فندق الرياض يوسف عبد الظاهر. الحلو هنا ان انت طول ما انت ماشي على طول في امن على طول في كل حته، في شرطه على طول في كل حته. الشرطه يعني على طول في مديريه امن في كل حته، ففي امان هنا الحمد لله بشكل كبير جدا. والسياح ما شاء الله يعني كتير جدا، في السياح اجانب وسياح عرب كمان، فحاجه جميله قوي، حاجه تفرح يعني. ربنا يديم الخير يا رب لمصر يعني. معابر دي مقابر في ناس عايشه في المقابر، انت عارفه مصر ناس الفقراء لا يكون فون مقابر المسلمين. طيب احنا طلعنا على طول كده. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 7 و11 دقيقة. واحنا طالعين من الساعة كام؟ 3:30. 3:30. طالعين 3:30؟ لا طالعين 11 احنا. لا طلعنا من 12. 12 من طيب. البيت. طيب يا جماعة نحن هلا خلصنا الشوبينج. تعالوا فرجيكم الأماكن هون حلوة. طيب نحن هون وين؟ مش عارف. ما بيعرف ابن البلد، ما بيعرف. اعتقد يعني المقطم ده ولا ايه؟ مش عارف. ده شكله شبه المقطم. ثاني مكتوب هنا الطيران، شارع الطيران. ده شارع الطيران. على اساس انه شو عرفتوه. يا الله راسي كتير عم يوجعني، ما عم بقدر استحمل. شجعانين. رح موت. انت اكلتي يعني؟ كل سندويشة. طيب اكلتي جبنه وزعتر؟ طيب ما بعرف. انا ما اكلت شيء طاول. يا ما اكلت شيء طاول. يا لقلبي. بس شربت مي بس. حبيبي قلت تشكل لك. اسم. حبيبي قلت لك تاكل، تشكل اسم. ما تقعد تعمل حالك يعني دور ضحية. بحب اعمل. بتحب تعمل طب دور احكي لي ايه رايك كده في اليوم قولوا لنا انتم شو رايكم في الاماكن اللي رحنا عليها؟ شو رايكم في الاسواق اللي دخلنا عليها؟ انتم يعني هل ممكن انتم اذا جيتوا على مصر او الناس اللي عايشه هون في مصر او اللي بتجي زياره تروح على هالاسواق يا ترى ولا لا؟ انا بالنسبه لي هاي تجربه يعني جميله جدا، لانه بتذكرني بسوريا، واصلا الاسواق عندنا بسوريا كمان كثير تشبه هيك شيء، بس يعني شوي مختلفه. يعني الحمد لله انه توفقنا بكذا محل بيبيعوا شغلات ظريفه، شغلات حلوه. بصراحه المحلات دي حلوه يا جماعه، انصحكم تروحوها بجد. الناس ظريفه جدا، خدمتهم جميله. الناس يعني فعلا جميله يعني في تعاملهم، هيرعوكم في الاسعار يعني. قول لهم بس انتم من طرفنا يعني. علي ورنا وريهم الفيديو ده هيفتكرونا على طول. اي مش عارفين هنروح مكان نعمل يا سلام ولا اي كلام. المكان هنروح ممكن نعمل يا سلام ولا اي صعب كلام. نعمل اليوم اي سلام ولا اي كلام. لا احنا عندناش حاجه اسمها صعب، لانه نحن يعني عايزين نخش الحمام. يا جماعه برضو كنا بنفكر نعمل يا سلام ولا هنرجع في الحمام، ايه رايكم؟
نعملها؟ لا فكرة مش حلوة يا جماعة. مثل ما شايفين طبعا ان شكلنا متبهدل الحمد لله والشكر، ويعني عادي ما بخبركم يعني عن الشو حرام والله. رنا شارك كتير معايا يعني، عشان كنا في حته بعيده فتمشينا كتير، مشينا يعني الحمد لله. عملنا ترابيس وترايسبس وبايسن وظهر وكتاف وكل حاجه. عملنا تمرينات جيم جميله جدا. بس يعني كمان قالوا لي انه انتم اذا بتشتروا او صح هون صح. بمصر بتشتروا منين؟ دلونا على اماكن حلوه ورخيصه. وقولوا لنا حد فيكم راح العتبه قبل كده؟ لما تروحوا العتبه بتشتروا منين؟ ايه المحلات اللي بتشتروا فيها من العتبه؟ يعني عرفونا كده محلات حلوه بتشتروا منها بحيث ان احنا برضه نبقى عارفين احنا كمان، والناس تستفاد كمان في التعليقات. يعني عرفوا الناس عشان الناس تستفاد كمان تجربة. واليوم عرفنا عن موضوع التليجرام. طبعا انا وعلي ميح يعني ما بنعرف ولا اي شيء بالتليجرام. فاكتشفنا انه الناس هون بمصر بيستخدموه كثير، وحتى بينزلوا عليه موديلات المحلات الالبسه وهيك. ف ما بعرف ليش نحن ما كنا بنعرف عن الموضوع، بس يلا بتعرف حتى التليجرام في كمان افلام الناس بتتفرج عليها على افلام هناك ومسلسلات. والله العظيم. فنتمنى كده يكون الفيديو النهارده كان ظريف ولطيف واستمتعتوا بيه معانا. لو استمتعتوا بيه معانا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. لو اول مره تشوفونا هي رنا هو علي. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه. باي.